صباح الخير عليكم، صباح الأمل، صباح الأخبار السعيدة الطيبة عليكم يا رب. النهارده بقى هاخدكم معايا في فسحة، هافسحكم كده وانتوا قاعدين مكانكم. هافسحكم وبصوا كل واحدة بقى تحب يعني بتفضل مشروب تقوم تعمله دلوقتي لأنها يعني هتتفرج على فيديو، وهتشوف فيديو جميل وهتحس إن هي في قلب الحدث. عايزاكم ما تنسوش تعليقاتكم واشتراكاتكم والإعجاب علشان أعرف أي محتوى في القناة بيعجبكم أكتر، وشجعوني على إني أعمل لكم فيديوهات انتوا بتحبوها. طبعا كلنا بنحب اسكندريه. انا عايزه اقول لكم النهارده انا عارفه اني قد ايه الفيديو ان شاء الله هيسعدكم وهيديكوا طاقه ايجابيه زي ما اداني. تمام. عايزه اقول لكم بقى هتبداوا معايا صباحي كده من البدايه. وهنشرب القهوه مع بعض وهنشوف بقى كتغيير النهارده. ما هو نفسنا ليها علينا حق برضو. احنا كأمهات لازم يعني نحاول ان احنا نطلع نفسنا من الطاقة السلبية ومن الروتين اليومي مع اولادنا وضغوطنا، ونحاول ان احنا ندلع نفسنا شوية. تعالوا بقى ادلعكم معايا النهاردة في فيديو جميل في هدوء وفي منظر جميل وفي حاجات حلوة قوي هتحبوها. بدأنا إن دلوقتي صباحي مع بناتي، والنهاردة كنت غيرت لهم في محتويات اللانش بوكس لانهم بيرجعوا لي الساندوتشات، وانتوا عارفين الاطفال بتمل. علشان كده انا قلت لهم ايه رايكم انا هغير لكم يعني الحاجات اللي بحطها لكم في اللانش بوكس من الروتين بتاع الساندوتشات كل يوم. وهعمل لكم هجيب لكم كده كل واحده طبق مولتو من الفرن. هما بيحبوه قوي، بيبقى متغطي بالشوكولاته زي ما انتم شايفين. وكل واحده جبت لها طبق، الطبق عامل تقريبا 7 جنيه. فطبعا معقول يعني، ما هو برضو احنا لما بنحط ساندوتشات بالحشو بتاعها يعني هيعمل في الحدود دي واكتر كمان. فالدنيا برضو تحت الايه يعني حاكمينها شويه في ماديا، ما كانش فيه مشكله. وحطيت بقى يارا بقى خدت اللانش بتاعها وحطت محتويات الطبق بتاعها. ورميساء برضو نفس القصة، خدت الطبق بتاعها وفضيته في اللانش بوكس بتاعها كنوع من التغيير. وكمان اول مره يفطروا الصبح من ان هما بيحبوه، فخدت كل واحده خدت من الطبق بتاعها واحده وفطرت بيهم الصبح من كتر ما هما بيحبوا المولتو اللي بالشوكولاته ده. تمام. وكانوا مبسوطين الحمد لله، ووديتهم المدرسه بتاعتهم. وطلعت بقى انا وصهيب على الجراج مستنين عربيه بابا تطلع من الجراج بقى علشان نبدا النهارده فسحتنا. تمام. لان الفسحه انتوا عارفين الولاد لما بيبقوا ربنا يخليهم لنا، بس هم لما بيبقوا معانا مش يعني دايما بتبقي انتي متجهه ليهم ولخدمتهم. فما بتبقيش حاسه بالمشوار، او بان انتي قاعده على البحر، او انتي بتتسوقي او بتعملي اي حاجه بتحبيها. طلباتهم الكتيره طبعا بتخليكي مش مركزه في الفسحه، وبتبقي مهلكه نفسيا جدا. فحبيت النهارده ان انا اجرب كده. طب انا ممكن فعلا يعني اتفسح. طب هو انا طبعا كنت متضايقه ان هم مش معايا، بس برضو عايزه تجديد، ولاني فعلا الواحد بيتعرض لكل فتره يعني كل فتره وفتره كده لنوع من الاكتئاب، علشان الواحد كل يوم بيعمل هو الحال بتاعه بيعمله كل يوم، فطبعا بتكتئبي وبتبقي في نوع من المضايقات. فحبيت ان انا افرغ طاقتي السلبيه شويه، وقلت اطلع على شط النهارده. انا يعني في الشتاء بحب دايما موضوع ان انا اروح يعني اقعد في الشواطئ في الشتاء، لاني بتبقى شايفين اسكندريه لذيذه النهارده ازاي. في الشتاء اسكندريه بتبقى فاضيه كده وجميله. اما في الصيف بقى فانا ما بنزلش شواطئ خالص، يمكن في الصيف كله مره واحده عشان الولاد. لكن ما بحبش ابدا بصراحه اطلع في الشتاء، اطلع في الصيف سوري، اطلع في الصيف اتفسح، لاني اسكندريه بتبقى زحمه جدا. حبيت بقى ان انا يعني استغل فرصة بقى اللي الدنيا هدت عندنا في اسكندرية والجو جميل. وخصوصا ان احنا على مشارف نوة، فقلت بقى الحق نفسي قبل ما النوة تبتدي والجو مشمس كده، واروح شط كده واشرب فيه القهوة بتاعتي. احنا هنا وصلنا، وكان انا ركنت العربية هنا، ركناها قدام الشط، ادينا معديين الشط الناحية التانية. اخترت الشط الهادي ده اللي رملته قليلة علشان ما بهدلش لبسي وكده. هتشوفوا كده
الرملة مش كتير، وتبصوا تعدوا كده تلاقوا اهو الشط قدامك. يعني خطوتين كده في الرملة علشان طبعا الشوزة بتاعتك وعشان لبسك ما يتبهدلش. شايفين شايفين الروقان، شايفين الجمال، والدنيا مشمسة ومفيش حد قاعد خالص. يعني بعد ما وصلت الولاد الصبح، يعني دي كانت الساعة 8:30 تقريبا، المكان ده انا كنت فيه 8:30، فالدنيا رايقة وهادية. وبطبيعة الحال مش كتير اللي بيقعدوا في الشتاء الصبح كده، فتلاقوا الدنيا رايقة قوي، وده كان الوقت اللي انا اخترته، والحمد لله كنت محظوظة. زي والراجل الطيب ده قابلته كان عنده يعني زي ما انتم شايفين كده بيبيع اكسسوري وكده، فحبيت بقى تشوفوا معايا الحوار، حواري معاه دلوقتي. وانا بشتري منه العقد ده كنوع من الانتيك يعني، واللي هو بتاع الصدف ده. وكمان اشتريت للبنات منه سلاسل قلوب برضو مصورها لكم. تمام. قال لي ب 30 جنيه. قلت له انت فاكرني اجنبيه ولا ايه؟ لا، انا هنا في اسكندريه بقالي اكتر من 5 سنين، انا كنت بجيبه السنه اللي فاتت ب5 جنيه. فقلت له ماشي، هيبقى ب10 مثلا. وفعلا اداهوني زي ما انا عايز، زي ما انا عايزه. وتعالوا شوفوا حوارنا كان عامل ازاي. والله العظيم ده انا واخداه ب10 والله، ودافعه على 10 عشان ما ينفعش عشان لا رزق. والله العظيم لا انا بعمل اكسسوري اساسا. لا يا ولد كسر. انا بعمل اكسسوارات اساسا، انا واخداه منك كده يعني تحفه مش اكتر. ده ايه ده؟ سلسلة بكام؟ 30. انا كنت هاخد منك دي عشان بس رمز للبحر مش اكتر كده، انتيك. بص هات القلب ده، ناخد لهم القلبين دول يا مروه. ماشي. شطار انت فندم. شطار ايه والله ده؟ انت ربنا يكرمكم يا رب يكرمكم. انزل الممشية يا فندم وشوف الحاجة اللي كنت جايباها امك جايبها بكام. ده انا كنت بتاجر فيهم اساسا. لا شوف الحاجة اللي انت جايباها كانت بكام، بيت بكام، والله العظيم. ايه؟ هات العشرة. وهنا كنت بصور لكم القلب، كنت جايبه 2 للبنات. والسلاسل بتاعتهم خدتها ب20 جنيه بدل 30 جنيه الواحدة، واللي هو الصدف كان ب10 جنيه. هنا بقى الساندوتشات بقى، فطرت جبنا فطار كده من بره علشان نفطر بقى شوية بطاطس كده محمرين بالطحينة بقى، والطعمية اللي بالطحينة وفول. وكان فطار لذيذ. وبعد كده جات اللحظة الجميلة اللي انا طبعا مستنياها من الصبح، اتاخرت عليها. بحب اول حاجه اعملها بعد فطاري الصبح كده قبل ما انزل في اي حته القهوه، بس عشان هشربها بره فاتاخرت عليها النهارده. ولقيت كمان وهو بيجيبها لي بيجيب لي القهوه، لقيت اللي هو ميه دافيه كده. فبقول لجوزي هو ايه ده؟ فراح قال لي دي عشان تطهر ميه سخنه كده، تطهري بيه الكوبايه. فالتمست كده في المكان ان هو مكان يعني نظيف الحمد لله، لان انا متعوده. انا قلت له هاتها لي بالكنكه عشان اعيش اللحظه بقى وانا بشربها بالكنكه كده، احب اصبها لنفسي. انا بحب اعملها اساسا عشان اقتنع ان انا شربت اليوم ده قهوه. لكن طبعا بره مش هتعرفي تعمليها لنفسك، فقلت له طب هات لي الكنكه عشان اصب قهوتي بنفسي، وعشان تبقى سخنه كده على الشرب على طول. وبعدين بعد ما عملت كده وجايه اشربها بقى، حبيت اصورها شويه كده علشان بعد ما اروح اعيش كمان اللحظات تاني اللي انا كنت حباها قدام البحر، والمنظر الجميل ده يفضل على موبايلي على طول. وهنا بقى كان اخر شويه، عايزه اقول كنت هاخدهم بالمعلقه من جمالها. هنا بقى دي بقى صورت لكم اللي هو الحاجة الولاد اللي هي السلاسل. وعملت برضو صور ثابته كده احطها على الموبايل، المنظر يبقى جميل طبيعي كده، البحر والقلب كده، فيعني هيبقى صورة جميلة. وقعدت اصور وانا قاعده كده حواليا كده المنظر الجميل ده اللي انا ما بشوفوش غير كل فين وفين. تمام. ايه يا صهيب؟ ايه يا صهيب؟ ماما ايه يا صهيب؟ مش بس دوشه. وصهيب كان بصراحة حاله حلو يعني، ما كنا على البحر كان ربنا هديه الحمد لله. وكان يعني ايه مش مصدر ازعاج. صورت براحتي وقلت امتعكم معايا بجمال المنظر الحلو ده، وهدوء الاعصاب اللي احنا بنحتاج ان احنا يعني كل فترة كده نحاول ندلع نفسنا شوية علشان نقدر على ضغوط الحياة والضغوط النفسية بتاعتنا والمواقف الكتير اللي بتضايقنا في حياتنا. وجميل بقى. وقعدت بقى اتمشى على الرملة
وكان كنت حاسه ان الشط بتاعي لوحدي، مفيش حد خالص، فطبعا كان كنت محظوظه في اليوم ده. والحمد لله يعني كانت خروجه جميله. ما تنسيليش في التعليقات وقولوا لي كام واحده بقى حابه ان هي تتواجد في المكان ده وتشرب مشروبها المفضل الصبح كده بدري زي ما انا عملت. وشكرا احبابي ليكوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العفو يا دكتور. شكرا. ربنا يبارك. ايوه دكتور.